ففجأة لقينا كده هاشتاج انتشر جدا، صح. ستار لينك فور غزة. ما هو مش صح ان الحكومه تبقى متحكمه في حاجه. يعني مثلا صح. هجيب لك مثال بعيد خالص عن الموضوع ده. فكره الكريبتو كرنسيز. طب ليه اغنى اتنين في العالم بيتصارعوا على الموضوع ده؟ هل هم محتاجين فلوس زياده؟ ما تقوليش. لا طبعا. يعني هل يعني ماشي البحر بيحب زياده والكلام بتاعنا الجميل ده، بس هل دول بيعملوا الموضوع ده عشان شويه فلوس زياده؟ لا، من المؤكد انه لا، هو هدفهم الرئيسي تحكم في الانترنت عموما، تحكم في العالم. انت وجهه نظرك انا مقتنع ان هي صح جدا، ان هي فكره السيطره على العالم عن طريق الانترنت، بس ده لو فضلت شركه واحده بس. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم احمد البكل واحمد حسام من ثالث فيديو من بودكاست كلام مش مهم. كنا اتكلمنا في الفيديوين اللي فات كده يحث على موضوع غزه وتاريخ غزه، وحصل كده حاجه في النص قلنا نتكلم فيها، وبرضو اعتقد ان معلوماتنا وممكن معلومات ناس كتير عندها مش قويه قوي. هي فكره اللي حصل ايام قطع يوم القطع اللي فيه اتصالات في غزه، الانترنت بالظبط. الانترنت فجاه قطع الانترنت عن قطاع غزه كله، ففجاه لقينا كده هاشتاج انتشر جدا، ستار لينك فور غزه. ستار لينك فور غزه، كل الناس داخله فيسبوك وتويتر كله داخل ستار لينك، وكله بيطلب من ايلون ماسك ده انه ينزل يساعدهم بالظبط، انه يدخل الانترنت عن طريق ستار لينك في غزه. صح. وده حصل، هو اعتقد السبب اللي ده حصل ان هو حصل اصلا في اوكرانيا ساعه الحرب على روسيا، برضه روسيا قطعت الانترنت عنهم بالزبط. هو اوريدي دخلوا الاطباق بتاعه ستار لينك ودخلوا الانترنت في اوكرانيا، فعلى اساسه طلبوا ان ده يحصل في غزه. وهو ساعتها كمان رد وقال لك انا ما عنديش اي مشكله ان انا ادخل يعني الستار لينك يعني كمنظومه مظبوط، بس لمنظمات حقوقيه، يعني مش اغاثيه وحقوقيه اللي هي ما تبقاش منظمات ارهابيه. خلي بالك هو قال كده بعد ضغط اسرائيل هددته. ايوه اسرائيل قالت لك انا مش لو انت لو دخلت الجهاز ده احنا هنبوظه لك، هنبوظه وهنموت الاسرى اللي عندنا. ما اعرفش علاقتهم بالموضوع، يعني جم في النص كده اللي هو مش هنسمع عليك، تهديد صريح يعني بالظبط، فاهم؟ فهو تراجع شويه، لك لا ده المنظمات الاغاثيه يا جماعه. ما المنظمات الاغاثيه دي مفتوحه ليه؟ لان هو يعني هو معنى كده ان انا مثلا حماس موجوده، فدي تعتبر هم مثلا يعتبروها منظمه ارهابيه، فمش هدخل الانترنت على اساس ان في ناس ارهابيين جوه القطاع. فاهم قصدي؟ هو لو ده بالظبط، لان هو الفكره كلها عشان برضه الناس اللي مش فاهمه، هي فكره ستارلينك كله تعتمد على ريسيفر في الارض واقمار صناعيه في الجو. ممكن برضه هنستفيد اكتر في الحته دي، هنشرح كل حاجه. بس هي الفكره كلها ان هو مجرد انه دخل الريسيفر ده نفسه جوه غزه او جوه قطاع غزه، هو ساعتها اي حد هيقدر يستفيد من الانترنت ده، حتى لو هو مدخل السيرفيس او مدي الجهاز ده للمنظمات الاغاثيه زي الهلال الاحمر او الحاجات دي بالزبط. بس ممكن برضو حماس واي حد يقدر يستفيد من الخدمه. ما خلاص ما بقت متوفره في البلد نفسها يعني. مظبوط، هو ده بالنسبه لنا مفيش مشكله بالظبط. بالظبط، لكن هي عشان كده اسرائيل قالت لك لا انا هوقفه مش هيخشوا خالص. بالظبط، يعني ده حاجه صعبه يعني. بالظبط. هي فكره اصلا وجود شخص متحكم بهذه القدره. يعني انا برضو كنت سمعت لما بدات اقرا بقى عن موضوع ستارلينك ده، انا عارف ان هو دخل في اوكرانيا وكان ساعتها ساعد الجيش الاوكراني، بس حصل موقف كده لما اوكرانيا ضربت جزيره القرم قام قطع عليهم الستارلينك، الانترنت قطع عليهم ستارلينك بضغط من روسيا. حصل فبقى الفكره كلها ان بقى في شخص متحكم في ايه اللي بيحصل في الحرب او بره الحرب او ايا كان هو فين، بقى هو شخص متحكم في اللي بيحصل في العالم نفسه يعني. ما هو ده اصلا الهدف من اللي بيعمله ايلون ماسك. يعني ده الهدف من ان هو عايز يوفر السيرفيس دي، الخدمه دي في العالم، وبالتالي في المناطق اللي فيها حرب وكده، عشان بالزبط. يتحكم في ان الدنيا تمشي ازاي. كل الكلام ده هنشرحه، بس هو اصلا يا جماعه اللي انا عايز اقوله بس ان توفير الخدمه دي في غزه ما كانش اصلا متوفر، ما كانش ينفع. اولا الانفراستراكشر هناك مضروبه خالص بالظبط، ما ينفع، يعني مش هينفع، محتاج يدخل الاطباق دي، ومحتاج اسرائيل بشكل كبير ما كانتش هتسمح بده. ده حاجه. تاني حاجه اصلا ان الخدمه دي مش متوفره في الميدل ايست، مش متوفره في منطقه الشرق الاوسط كلها. يعني انا في مصر النهارده لو عايز استفيد من ستارلينك مش هعرف، يعني الموضوع مش هتعرف. بس اللي هتعمله ايه؟ اللي عشان دخلت على الويب سايت وشفت انت بتخش تعمل ابلاي ان انا عايز اعمل السيرفيس دي في المكان الفلاني. اوكي، طبعا باسعار بقى مهوله، من 900 ل 1500 دولار لتركيب الجهاز ده بس بالظبط. فانت محتاج اول حاجه ان انت لما يجي الدور عليك ماشي، وده ممكن كل ده يعمل له سكيب لو هو عايز يعني كايلون ماسك عشان هو صاحب الشركه. فانت عشان يجي بعد ما يجي عليك الدور، فانت في ناس بتيجي بتركب عندك الريسيفر اللي هيلقط على الاقمار الصناعيه. اوكي، يعني هي الاقمار الصناعيه اللي انا فهمته ان هي مغطيه الارض كلها. يعني هو مطلع دلوقتي حوالي
على اخر ارقام من 11 ل 12 الف قمر صناعي، بس هم يبقوا قمر صناعيه صغيره مغطين الكره الارضيه كلها. المفروض ان هم مغطين الكره الارضيه كلها. بس هي المشكله بقى فين؟ المشكله في الريسيفرز اللي موجوده. يعني انت دلوقتي علشان لما يجي عليك الدور ممكن تدخله في مصر عادي، بس لازم تيجي طالب منهم ان هم يجوا يركبوا لك الريسيفر، تدفع لهم تقريبا حوالي 1500 دولار، معرفش بقى على حسب البلاد التانية ايه النظام يعني، بس بتدفع الرقم ده كله علشان يجوا يبتدوا يحطوا لك يظبطوا لك الانفراستراكشر بتاعتك لده. فهو الخطوات الطبيعيه اللي كانت هتحصل في غزه لو هم فعلا عملوا كده، والموضوع كان الاتصالات والانترنت قطعت اكتر من كده، ان هم هيحتاجوا ناس من بره من امريكا، واللي هو برضه حاجه صعبه جدا ان هو حد يخش في الفتره دي دلوقتي يعني. يحتاجوا حد يخش لهم يحط لهم الاقمار الصناعيه دي او الريسيفرز بتاعت الاقمار الصناعيه علشان يقدروا يلقطوا من عليه الانترنت. تمام. فهو الحل فعلا ما كانش يعني هو الناس كلها بتطالب زي ما حصل في اوكرانيا، لا الموضوع في اوكرانيا مختلف قوي عن غزه. في اوكرانيا كمان كان في دعم من امريكا للجانب الاوكراني، فانا اقدر ادخل واطلع اي حد. ايوه كان رئيس امريكا نفسه بيروح اوكرانيا بالزبط. لكن وسهلوا دخولها، ومن الاخر هربوها اصلا، هربوا الاطباق وهربوا كل حاجه عشان في حربهم على روسيا ان هم يوفر الخدمه دي في اوكرانيا. انت عارف ان هو بعد اصلا يعني بعد ما دخلوا في فتره، هو طبعا كان مدخله بطلب من امريكا ومن اوروبا، طلب ثمن الخدمه اللي هو انا عايز من 80 ل 100 مليون دولار والله العظيم عشان اكمل، يعني عشان انا صرفت كتير قوي من هو ده طبيعي يعني مفيش حاجه جات لي. ما هو برضو الفكره طبعا طنشوا له، ما اعرفش بقى ادوا له ايه. ده اصلا حادثه اول مره منظمه او يعني حاجه تبع الشخص مش تبع الحكومه تتدخل في حرب. بالظبط. يعني ده حاجه ما بتحصلش، احنا عمرنا ما شفنا شركه معينه ولا حاجه معينه خاصه بتدخل في اي حروب. انا بالزبط. في الاخر انا ماليش دعوه، انا منظمه واقفه على الحياد، انا كمفروض ان انا ماليش دعوه بالسياسه، المفروض ان انا ماليش دعوه بالحاجات دي كلها. بس ده اقول لك اول مره تحصل ان هو بقى في دخول الافراد في الحروب. هو ده بقى الصراع. ما هي الفتره الجايه هتبقى التحكمات عن طريق افراد او بين قوسين شركات، صح، هي اللي هتتحكم في العالم كله، صح، مش الحكومات، لان الشركات دي هتتحكم في الحكومات نفسها. ايوه صح. يعني ايه الحكومه؟ اصل هو فكره ستارلينك ان انت بمنتهى البساطه بدون الدخول في تقنيات، يعني هو انك تلقط انترنت عن طريق الساتلايت. تمام. هنشرح الموضوع ازاي. طب الانترنت النهارده اللي موجود داخل ازاي؟ عن طريق كابلات زي ما انت عارف مرميه في المحيطات والبحار، وبتتمد للدول للحكومات. كل دولة بتاخد الأسلاك دي وتدخل الانترنت في بلدها، فالحكومات هي المتحكمة. فوقت ما يعوز يقطع، وقت ما يعوز يقلل السرعة يقلل، وقت ما يعوز يعني هو المتحكم في الانترنت. طب انت بقى شفت موضوع ستارلينك ده نفسه عبارة عن ايه؟ بدأ ازاي وبتاع؟ انا بقى لما لقيت ستارلينك في غزة ما كنتش فاهم ايه بصراحة ستارلينك. كنت فاهم ان هو عايزين يدخلوا انترنت، بس ايه موضوع ستارلينك الصراحة قبل الموضوع ما كنتش عارف عنه حاجة، منتهى الأمان. اوكي. لما دخلت اسيرش لقيته هو عباره عن طبق ديش. ايلون ماسك عامل طبق ديش وريسيفر وتستقبل نت بمنتهى البساطه، يعني عشان ما نعقدهاش. تستقبل انترنت عن طريق الجهاز الساتلايت والريسيفر اللي في تليفونك ده. فيعني ده يعني هيبقى اسهل زي ما انا قلت لك، انك يعني هيبقى اسهل من موضوع الاسلاك والكلام ده كله. كمان هو الهدف المعلن منه ان هو قال لك انا هعمل انترنت ساتلايت، الهدف المعلن ان هو يوفره لكل البشر بالظبط في العالم. صح. وفي كل المناطق وسرعات عاليه جدا. بيقول لك هيوصلوا ل 150 ميجا بايت في الثانيه. اوكي، سرعه عاليه جدا، خلي بالك. بس ده مش حاصل دلوقتي. بس ده مش حاصل دلوقتي لسه. مش عارف بقى التجارب اللي هو في شغال في بعض المناطق، مش عارف بقى وصل لكام حاليا وكده، بس هو ده الهدف بتاع انه يوصله لكل البشر، حتى المناطق بقى الريفيه اللي ما ينفعش توصلها اسلاك. والمناطق الصحراويه ولو انت في عرض البحر يبقى ممكن يبقى معاك انترنت، لو انت قاعد في يخت حتى او حاجه معاك انترنت. فده الهدف المعلن، وهو عباره عن طبق دش بيقول لك هبيعه يعني زي طبق الدش. هو زي فكره الريسيفر، يعني هو الريسيفر نفسه اللي شغال. هو مش بتظبطه بقى بدون قطع كلام، مش بتظبطه بقى زي مثلا. لا خالص. هو اوريدي بيلقط من واحد من الأمار الصناعية أجزاء من الثانية على طول. صح، فاهم يعني؟ ما بيفضل يلف أجزاء من الثانية، يلقط على طول، فيفضل الانترنت على طول عندك. فبيقول لك سعر اللي هو حتى لما أعلن عن الموضوع ده قال لك ان طبق ديش ده بقى في حجم علبة البيتزا، يعني هو صغير جدا، هيبقى سعره 500 دولار، وانت ممكن تدفع مثلا سبسكريبشن شهري من 50 ل 100 دولار. طبعا الاسعار دي مبدئيه. طبعا لان هو في الاخر لسه بيجرب السيرفيس، فالمفروض الاسعار دي هتقل مع الوقت يعني. طبعا يعني خصوصا دلوقتي لو ضربتهم بقى هتلاقي رقم كبير. بالظبط. لكن من المؤكد الاسعار دي هتقل. صح.
انا برضو لما دخلت انا كان فكره ستارلينك بالنسبه لي كنت شفتها زمان بس ما كنتش يعني ما فهمتش. انا عارف ان هي تبع ايلون ماسك وكده بس ما فهمتش قوي الفكره. عارف ان هي برضو انترنت تبع الاقمار الصناعيه بس برضو ما تعمقتش في الفكره. لما دخلت بقى بصيت بعد حوار ستارلينك في غزه ده فلقيت ان هو الموضوع اصلا بدا من 2014. وان هي انا كنت فاكر ستارلينك دي شركه منفصله بحد ذاتها لوحدها من ضمن شركات ايلون ماسك يعني. بس اكتشفت بعد كده لا ده هي سيرفيس بتقدمها شركه سبيس اكس. شركه سبيس اكس اللي هي اصلا المفروض معموله لاطلاق الاقمار الصناعيه وان هي بقى حاجات ليها علاقه بالصواريخ والحاجات دي كلها بالظبط. يمكن ايلون ماسك نفسه عمل ثوره في فكره اطلاق الصواريخ ده، فكره الصاروخ اللي بيرجع تاني. الاول بيروح ما بيرجعش، اللي بيروح خلاص. دلوقتي يقول لك لا احنا عايزين عشان يبقى في انتشار اكتر لان احنا نطلع صواريخ اكتر ونستكشف اماكن بقى زي القمر والمريخ والحاجات دي كلها، فاحنا محتاجين الصاروخ ده نستفيد بيه تاني. فهو فعلا بدا وعمل وتوفير فلوس طبعا. فبس بيقول لك بقى اصلا ستارلينك دي كانت هدفها الاساسي لايلون ماسك ان هي تفند المشاريع بتاعت سبيس اكس. مظبوط. فكانت هي هدفها مش ان هي ممكن فبعد كده احنا نبروفايد بقى الانترنت في العالم والكلام ده. بس انا في الاخر انا عايز فلوس تخش لي كشركه علشان اقدر ان انا اكمل تجارب ومشاريع تانية في شركه سبيس اكس اللي هو هدف ايلون ماسك الاساسي. الكلام ده كله صح 100%، بس انا حاسس ان هدفه الرئيسي هو ان هو هيتحكم في العالم. ممكن ما يبقاش هدفه بس فكره صح، بس هو ممكن ما تبقاش دي الهدف الرئيسي. بس هو اي حد لما بيكون في ايده باور ما هو هيستغله. بس انت فاهم يعني انا دلوقتي انا كدوله عايز اقطع الانترنت عن الناس النهارده. ده اللي حصل بالبلد كده، هشد الفيشه. ده اللي حصل في غزه صح. خلاص الناس دي ما حدش عارف. لا واللي حصل كمان في الثوره بتاعت 2011 لما قطع في مصر كذا يوم والاتصالات كلها والكلام كله كانت دوله متحكمه صح ولا غلط؟ بس في الاخر في منظمه متحكمه. على فكره في ناس تيجي تقول لك ما هو مش صح ان الحكومه تبقى متحكمه في حاجه. يعني مثلا صح. هجيب لك مثال بعيد خالص عن الموضوع ده. فكره الكريبتو كورنسيز. الكريبتو كورنسيز بتعمل ايه؟ بتحارب الحكومات لان هم بيقولوا لك ان الاقتصاد واقع بسبب الحكومات تدخلها زياده في الموضوع. معلش اشرح كريبتو كورنسيز. انا عارفها بس عشان ممكن الناس تتفرج مش عارفه. الكريبتو كورنسيز دي في الاخر هي فكرتها زي البيتكوين وعملات تانية كتيره. هي فكرتها الوحيده ان هي مش راضخه لطباعه الفلوس اللي في الحكومات. لان في الاخر الناس جم دلوقتي قالوا يا جماعه الفلوس دي عباره عن ورقه. انت ال100 جنيه اللي في ايدك دلوقتي دي هي ورقه. هي الحكومه اقرت ان ال100 جنيه دي تساوي الورقه دي تساوي 100 جنيه. ايوه الورقه دي تساوي 100 جنيه و100 جنيه دي كمان ده رقم. انت في الاخر تساوي قيمه اللي هتشتريه ب 100 جنيه. مظبوط. فانا كل اللي بيحصل ايه في الطبيعي ان انا كل ما بطبع فلوس زياده كل ما قيمه الورق اللي موجوده بتقل 100%. فبقت الحكومه متحكمه في اقتصاد الناس او في اقتصاد البلد نفسها واللي بيأثر على الناس. مظبوط. حصل ايه بقى الثوره بتاعه الكريبتو كورنسيز دي اللي هي بدايتها كانت البيتكوين وظهر اكتر من واحده وفي حاجات ليها علاقه بميتا اللي هي فيسبوك والحاجات دي طلعوا برضو. اي حد بقى بيطلع دلوقتي كريبتو كورنسي. بس فكرتها ايه؟ فكرتها ان هي الجنريشن بتاعها او ان انا اطبع يعني نفس فكره طباعه الفلوس بس اونلاين. يعني فكره ان انا اطبع فلوس اكتر دي حاجه صعبه جدا وبتستهلك مجهود وبتستهلك ريسورسز وكهرباء ومش عارف ايه الكلام ده كله عشان اقدر اطبع واحده بس. فبقى الموضوع متحكم فيه عن طريق مش اشخاص كتيره. حاجه اسمها البلوك تشين. البلوك تشين دي هي فكره ان الناس كلها شايفه الترانزاكشنز اللي بتحصل. فبدا الموضوع ما كنتش اعرفه بصراحه. فبدا الموضوع يبقى مفيش حكومه ماسكه الوضع. انا محدش يقدر النهارده يطبع فلوس يخسرني عملتي. فانا كواحد مثلا معايا 100 بيتكوين محدش مفيش بكره الحكومه تيجي تطبع فلوس ال100 دي بقى يساوي 50. ده مش هيحصل. طب هي تساوي كام بقى؟ ما هي بقى دي الفكره. هي تساوي كام بقى دلوقتي اللي بيحصل؟ ما هي بتساوي برضه لان احنا بنرجع لايه؟ للفلوس. لان لازم عشان تقارنها بحاجه بتقارنها باللي شبهها اللي هو بالفلوس. فبتقول والله مثلا بيتكوين النهارده بيساوي $10,000 $20,000. فده بقى له علاقه بالبورصه ان الناس مهتمه بالموضوع فبتشتري اكتر فبتبتدي الطلب عليها يزيد فقيمتها تزيد. ولا لا ده انا ناس خايفه منها فتقل الناس سعرها بورصه زي البورصه بالظبط. هي فكرتها زي البورصه بالظبط. بس ده مش الهدف الرئيسي للموضوع لان هو في الاخر عايز يستقل بالماديات او يستقل ماديا عن الحكومات وعن البنوك وعن الكلام ده كله. فنرجع بقى للسؤال الثاني. فالناس تيجي تقول لك كتير انا مع الفكره دي. انا ليه الحكومه فجاه تقرر ان هي تقلل فلوسي او ليه الحكومه فجاه ان هي تقرر تقطع عن الانترنت؟
برضه نفس الكلام، هي مكان الحكومه هنا في الانترنت حطينا فكده شركه. ده اخطر. ما هو ده اخطر، بس هل ممكن مع التطور يبقى شركات كتيره فيبقى الموضوع متكافئ؟ انا شايف ان يعني انا فاهم كل كلامك، ردي عليه ان حتى لو الشركات كتير الموضوع هيبقى اخطر. ليه؟ دلوقتي الحكومات بمنتهى البساطه، خلينا نبسط الافكار على الاخر. الحكومات انت ممكن في الاخر الحكومه دي لو في اي دوله في العالم لو مش عاجباك، مش المفروض مش هتنتخبها او صح. هتعمل عليها ثوره او اي حاجه، فهتمشي الناس اللي قطع عنك الانترنت. هتعمل ايه مع الشركه لو قررت تقطع عنك الانترنت؟ هتشوف شركه تانية. طب ما هو دي فكره بقى، ان انا ممكن يبقى عندي اكتر من شركه، فالتنافس ده في حد ذاته. يعني مثلا نفترض في حرب روسيا واوكرانيا، ايلون ماسك جه قطع عن اوكرانيا الانترنت، فلو في شركه منافسه لشركه ستارلينك دي، هتقول لك لا انا هديهم بسعر احسن. فالتنافس هنا بين الشركات هيفيد الدول، غير بقى لو طبعا الشركات كلها اتفقت على حاجه. انا حاسس ده ممكن يحصل جدا، ده يحصل ممكن يحصل اندماج. بس ده لو الشركات كلها مثلا تبع السياسه الامريكيه، فالامريكا هتقول عليه الشركات دي كلها هتمشي عليه. بس مثلا لو طلعت شركه في الصين، في روسيا، طب ما انا ضد الناس دي اصلا. فبقى يعني انا مش بقول ان انا مع او ضد برضه، بس بتكلم في فكره ان دايما في راي بيقول لك ان مش صح ان جهه واحده بس تبقى متحكمه في الموضوع. هو السؤال، هي الشركه هتبقى خاضعه حتى لو هي اوريجين ان يو اس مثلا، يعني امريكيه المنشأ، هتبقى خاضعه للسياسه الامريكيه؟ لا هو المفروض لا. طب ما هو بس اللي حصل هو انسانيا. هو تويتر مثلا حاجه بالاكونت بتاع ترامب من سنتين لو فاكر. ايوه عشان بس رجعوا لما ايلون ماسك اشتراه، بس هو كان ساعتها تويتر بياخد على كان صراع برضه. ايوه بالظبط. انا قصدي ان هو مش شرط تكون الشركه وميتا دلوقتي. طب ما هو ميتا دلوقتي صاحب الشركه هيبقى ليه اوثورتي على الرئيس الدوله. صح يعني متفق معاك. واللي بيحصل في ميتا دلوقتي، ما هو لما بيقطعوا الاخبار عن فلسطين مثلا، ما هو ده تحكم. هو ده تحكم في العالم، تحكم في كل حاجه. وده برضه شخص اللي هو مارك زوكربيرج بتاع فيسبوك، فهو نفس الفكره. لكن دلوقتي لو صاحب شركه الانترنت اصلا عاجبه يعني مع الجانب الفلسطيني، هيقطع النت عن فيسبوك اصلا، يقول له يركن انت بقى. صح. وغير لما بطل حجب كذا وكذا وكذا، هيبقى هو عنده الباور الاكبر. صح. على اصحاب البلاتفورمز اللي بيحجبوا. ايوه صح. هو في الاخر يقوم صراع للسيطره على العالم. بالظبط. انا متاكد 100% ان هو صراع للسيطره على العالم، بدليل ان شركه امازون اللي هو جيف بيزوس اللي هو صاحب الشركه، عمل ابلكيشن برضه او حاجه زي ستار لينك بالظبط اسمها كيوبر. هي دي برضه نفس فكره الانترنت ساتلايت، وخصص لها 10 مليار دولار. فلما عمل كده، طبعا كان ده من زمان، من سنتين، من قبل الموضوع. انا عرفت ان ستار لينك كمان مش هي الوحيده. لما دخلت عملت سيرش عن الموضوع اكتشفت ان في شركه اسمها يوز نت، وشركه تانية مش فاكر اسمها ايه، ان كل دول برضه دي سرعتهم اقل من ستار لينك. بص، اصل هو الموضوع ده عايز شركات كبيره، وعايز فاندز كتيره وعايز تحكم، وعايز تكون انت الموضوع كبير قوي. صح. فمش اي شركه تقدر تخش فيه. فهو لما هو جيف بيزوس دخل، حتى ايلون ماسك كتب تويتر اتريق عليه، قال الموضوع ده محتاج سنين من امازون عشان تقدر توصله، لكن انا جربت اوريدي وتجاربي كلها ناجحه، فانا هوصل اسرع. حتى امازون قالت لك انا هوصل للناس اكتر، واوصل لسرعات اعلى، هوصل 400 ميجا بايت في الثانيه. بدا السرعه. طب ليه اغنى اتنين في العالم بيتصارعوا على الموضوع ده؟ هل هم محتاجين فلوس زياده؟ ما تقولي لا طبعا. يعني هل يعني ماشي البحر بيحب زياده والكلام بتاعنا الجميل ده، بس هل دول بيعملوا الموضوع ده عشان شويه فلوس زياده؟ لا، من المؤكد انه لا. هو هدفهم الرئيسي تحكم في الانترنت عموما، تحكم في العالم. انت صح. دلوقتي هتتحكم في العالم عسكريا اهو. ايوه صح. يعني صح. حرب بين دولتين، انا اقدر اوصل النت عن دول واقطع النت عن دول. هي حرب في الاخر اقتصاديه وعسكريه للسيطره على العالم، ان انا محدش هيقدر يعني، ولا حتى رئيس دوله هيقدر يقول لي انا اللي هبقى عندي الاثوريتي عليه. طب ده ايه المقابل بقى منه كانت كيوزر؟ المقابل ليه انا كيوزر نفسه؟ ما هو المقابل انت هتدفعه عشان تستفيد بالخدمه العظيمه دي. ما هو دلوقتي هدفع فلوس للحاجه دي نفسها، للخدمه دي نفسها. سيبك من الفلوس، ماشي الفلوس مهمه، الداتا نفسها اللي عندي مثلا، ما هي دي بقى النقطه، في بريتشنج بقى كل الكلام ده كله. انت دلوقتي يعني هتديهم الداتا بتاعتك بمزاجك عشان تاخد الخدمه يعني. صح. يعني انت هيقول لك عشان تستفيد بالخدمه دي قول كذا واكتب كذا واعمل كذا، وقول لي انت ايه بتعمل ايه وعايش فين
وهتديهم دي ودي بمحض نفسها ارادتك. فكره زي دلوقتي. انا متوقع برضو ان احنا كل اللي احنا عايشين فيه ده هيتضاعف مع الوقت كمان، هنبقى كلنا كمان لان منكشفين. فكره دلوقتي فعلا لما تيجي تتكلم، يعني الناس تيجي تقول لك انت لما بتسيرش على حاجه بيطلع لك اعلانات عليها، ما هو كل ده بتتكلم يا ريت بتتكلم مع صاحبك. ده بقى انا مش عارف ليه بصراحه، بس يعني بتحصل. يعني بتحصل كتير. بس ده مش قادر اشوف لها معنى سبب. كده انا تفسيري ان التليفونات يعني مركوبه عن طريق المايكات 100%. مش عارف التحليل العلمي. انت عارف بس هو شفت موضوع ابل ده لما قالوا لك في مشكله في ايفون 15 ان هو مش عارف بيبوظ من ايه، قصه كده تكنيكال عندهم، وقال لك ان الموضوع ده موجود في 12. فعرفت الموضوع ده. شفت انت عارف ان هم عملوا ايه؟ عملوا في الموبايلات المقفوله، في موبايلات 12 لسه في علبتها ما اتباعتش، قال لك الموبايلات دي خلاص ما دي اتصنعت من كذا سنه ففيها العيب ده، قال لك لا احنا صلحناه، دخلنا على التليفون وصلحناه من غير ما يفتحوا العلبه، لان العلبه خلاص عند التجار. طب عملوا كده ده معنى كده ازاي؟ معنى كده ان هو ليه تحكم على التليفون وهو مقفول، وهو لسه ما اتفتحش ولا دخلش عليه يوزر ولا اي كلاود ولا اي حاجه. وانت وابل دايما بتدعي ان انت السكيورتي بتاعتك، وهو دخل على التليفون هو اصلا ما حدش استعمله. فده معناه ايه؟ ان هو كل الداتا بتاعت استخدام التليفونات هي موجوده مع الناس كلها، موجوده مع الشركات دي كلها. وهي دي المقابل الحقيقي على فكره. المقابل الحقيقي هو بيطلع لك بعد كده، يعني بغض النظر بقى عن الاكستريمز في الموضوع اللي هو في وقت الحرب والكلام ده كله. بس انت المقابل بتاع ده ان انت بيطلع لك اعلانات، والشركات المعلنه دي هي اللي بتكسب من ورا ده الجانب التسويقي طبعا. بالظبط. فانا في الاخر انا هكسب من ايه؟ كفيسبوك ولا كستارلينك ولا كاي حاجه؟ ان انا الداتا اللي هاخدها منك دي هجمعها واحطها لك كده في كاتيجوريز معينه، فيجي واحد والله مثلا بيعمل اعلان لمحل اكل، شوف مين المهتم بالاكل في الناس دي، بناء بقى على الكومنتات اللي بيعملها، لايكاته والكلام ده كله، فابدا احط له اعلانات للاكل، ان هو مرشح اكتر ان هو يشترك خدمه بتاعه المعلن ده 100%. بس بقى فكره ان شركات انترنت تتحكم في الموضوع ده هو اعلى من اي تحكم تاني. ليه؟ لان هو اي حاجه ملهاش قيمه من غير اولا بص، يعني معظم الناس تتفرج علينا دلوقتي مش يعني ممكن يكونوا مش عارف، احنا عشنا جيل ما قبل الانترنت. تخيل احنا مثلا زمان الانترنت هنتكلم فكره بسيطه، ما فيش انترنت، فاحنا دلوقتي عايزين نعرف معلومه بتنزل تركب حاجه عشان تروح مكتبه، تقعد تدور في كتاب قد كده عشان تطلع معلومه. صح. دلوقتي عايز تتفرج على فيلم تقعد تدور وتروح نادي الفيديو عشان تجيب سهل الكلام ده كله، كلها متاحه خلاص. فانت دلوقتي الانترنت مفيش جهاز، يعني ايه اهم جهاز بالنسبه لك؟ تليفونك او اللابتوب او اي حاجه، هل ليه يكون من غير الانترنت؟ لا طبعا. طيب دلوقتي اغلى تليفون في العالم ايا كان نوعه سعره $1000، من غير انترنت هيبقى سعره كام؟ لو هو ما فيهوش انترنت ولا حاجه، حته حديده عشره. صح بمعنى الكلمه مفيش حاجه غير فهو بيتحكم. يعني ابل متحكمه في اليوزرز بتوعها، فيسبوك متحكم في اليوزرز بتوعه، طب الانترنت متحكم في دول برضه، في كل راكبهم في كل دول. صح. فده معناه ان بس برضه هرجع اقول لك ان الشركات دي تبقى خاضعه للشركات بتاعت الانترنت في سياستها. صح. متفق معاك جدا في كل اللي انت بتقوله، بس ده في حاله ان هي شركه واحده متحكمه في الانترنت. هو الصراع ان هي تبقى شركه واحده؟ انا ما اعتقدش ان هي عمرها تبقى شركه واحده. هو لما جيف بيزوس نزل بدا يبقى في صراع بينه وبين ايلون ماسك. بالظبط. لما يبدا بقى 3 4 حوالين العالم، يعني مثلا زي الفكره اللي احنا جبناها من شويه، فكره ان الفيسبوك بيمنع اي حاجه لها علاقه بفلسطين. صح. التنافس بين الشركات عمل ايه؟ خلى ايلون ماسك في اكس او تويتر سابقا يعني بقى بيسمح بده. صح. فبقى في بلاتفورم حتى لو واحده وسط 10، بس بقى في حاجه بتبين من عليها رايك. تمام. نفس الكلام، انا لو عندي 5 شركات للانترنت والاربعه تبع حاجه، واحده ثانيه تبع حاجه ثانيه، فهتقدر ساعتها هيبقى في دايما البديل. انت وجهه نظرك انا مقتنع ان هي صح جدا، ان هي فكره السيطره على العالم عن طريق الانترنت، بس ده لو فضلت شركه واحده بس. انا حاسس ان هو اي شركه هتحاول، يعني هو في الاخر هيوصل الصراع ان في شركه او شركتين كبار بالكتير هم اللي مسيطرين على الموضوع ده. اي شركه هتحاول تخش هم طبعا الموضوع مكلف جدا، هيدهسوها يعني هيشتري هيعمل اي حاجه بحيث ان هو هيفضل هو مسيطر. انت دلوقتي كمان عن طريق الخدمه دي موضوع اكبر، انت ممكن تتحكم في مصير دول. صح. ممكن تتحكم في حرب وتمشي ازاي، الدفه تروح لمين، حاجه خطيره جدا. تقوم نفسها بيزد على الحاجات اللي بتحصل او السلام يحصل او الكلام ده كله عن طريق الموضوع ده. ما هو ده الفكره. يعني انا اعتقد ان هم الصراع ده دلوقتي وهم يعني ماشيين في الموضوع ده. يعني ايلون ماسك او جيف بيزوس او اي حد عايز يعمل الخدمه دي هو هدفه ان هو يبقى مسيطر على العالم بشكل بقى تسويقي، بشكل اقتصادي، بشكل عسكري. هو ده، ودي حاجه خطيره جدا لينا كيوزرز على فكره. يعني انا شايف ان ممكن تبقى الخدمه دي بالنسبه لك من بره كده جميله، وابقى انا في اي حته اقدر استخدم الانترنت وهترخص وهتبقى، وخلي بالك السرعات دي عاليه جدا. يعني هو
هو مش هيبقى فيه مفيش لاج يعني، مفيش أيوة، بقى فيديو ما- يبفر أيوة معاك، صح. مفيش ولما الاسعار انترنت يقطع. ولما الاسعار تقل ممكن اصلا ما هو الشركات اللي قايمه بقى على الانترنت نفسها بالكابلات والحاجات دي كلها ممكن تلاقي اصلا الموضوع انا مش قادر انافسهم، خلاص كده انتهى، فبطل. هينتهي بالظبط. فيبقى الاوبشن الوحيد بالنسبه لنا الساتلايت انترنت. الساتلايت. طب وانا حتى لو انا مش عايز، لا ما عنديش اوبشن يعني. انت اولا من عمرك مش هتعوز، هتبقى عايز وهتدفع اي لا حاجه عايز اروح من يعني مثلا عايز الانترنت العادي اللي احنا بتاع شغالين بيه، سلاك مش هلاقيه، او مش هلاقيه بقى الاوبشن ده متاح بالنسبه لان لي. التاني هيبقى سرعته عاليه ونفس السعر ولا حاجه بسيطه، فطبيعي ان انا فهتروح هفكر في للتاني. مصلحتي. صح فانت هتدفع المقابل البرايفسي بتاعتك، ودي حاجه غاليه. صح يعني النهارده مثلا ما تقولش انا بني ادم عادي عاوزه مني، انت تعرفش انت نفسك بعد 5 سنين تبقى عامل ازاي. صح ممكن تبقى شخص مطلوب مستهدف لاي شكل ما صح يعني صح او الداتا بتاعتك تنفعهم في اي شكل ما. فابسط حاجه زي ما انت قلت في الامور التسويقيه، صح. احنا خطوره الموضوع ده اهو ان احنا كلنا هنبقى منكشفين لشخص او لشركه ما بكل الداتا بتاعتنا. ما ده الاكسبوجر بتاع السوشيال ميديا بس على المستوى الاعلى بقى في حياتك بقى كلها. يعني هيبقى يعني انت الانترنت فاتحه على طول، فانا طول الوقت انا معروف انا فين، انا بعمل ايه، انا قاعد مع مين، بتتكلم في ايه، بتقول ايه. بالظبط. كل ده خلاص بقى موضوع. يعني على الاقل في فيسبوك وكده انت ممكن كشويه برايفسي شويه ان انت ما يعرفش مثلا مكانك غير لما تفتح الابلكيشن بالظبط. لكن انت طول الوقت على الانترنت، فالموضوع ليفل اعلى. فبالتالي دلوقتي انت كمان عن طريق الساتلايت انت ممكن حتى لو مش فاتح انترنت في الجهاز ده، ففي ساتلايت لاقط المكان. صح. فانت دلوقتي اجتماعات سريه بين الدول، حتى لو عارف انت بقى المخابرات يخش يقفلوا تليفوناتهم ويطلعوا تليفونات بره الاوضه، هيبقى عارف اللي بيدور في الاجتماع ده، هيبقى كل حاجه باينه. صح. فدي حاجه هتبقى خطيره وحاجه هتخليه فعلا متحكم في العالم. دلوقتي التحكم مش مين اللي معاه سلاح اكتر، مين اللي معاه الكلام ده النهارده. صح. مين اللي معاه داتا اكتر ومين اللي يقدر يوصل معلومه اكتر. صح بس صح. هي حرب معلومات في الاخر دي حقيقة. ودي خطورتها يعني. بس ليه الناس مش ضدها؟ يعني مثلا لما جبنا سيره العملات الرقميه الحكومات وقفت ضدها ومنعتها وكده. بالظبط. ليه فكره الانترنت؟ هل عشان ما انتشرتش قوي؟ يعني فكره الانترنت اللي هو ساتلايت ده ليه الحكومات مش واقفه ضدها؟ عشان ما انتشرتش وعشان ممكن في دول تستفيد منه زي اوكرانيا استفادت منه في وضع ما. بس روسيا اتضرت. بس روسيا اتضرت. ما هو اوكرانيا كان معاها مين؟ ومعاها اوروبا كلها ومعاها امريكا. بالظبط. لما جت لمصلحتها استفادت منه. طب هل لو مثلا شركه ايلون ماسك ده عشان هو شركه امريكيه وتمام وبتاع، هل لو شركه روسيه النهارده طلعت او صينيه طلعت عملت نفس الفكره دي بالظبط مش هيقفوا قدامها؟ 100% هيقفوا قدامها. اعتقد ان هيبقى في تصرف مختلف. 100% هيقفوا قدامها. بس مين رجل الاعمال الروسي اللي هيبقى معاه الفلوس ومعاه التسهيلات ان هو يقدر يعمل ده؟ الموضوع برضه محتاج مليارات من الدولارات. صح. بس هو ممكن يعني ممكن موجود يعني في هم لو شافوا ان الموضوع بقى امريكا بقت متحكمه في العالم عن طريق الانترنت ده اكيد هيعملوا قصادها الناحيه الثانيه حاجات. كده حاولوا. ممكن الصين بلاش روسيا، ممكن روسيا دلوقتي تبقى اقتصادها مش قوي. الصين اقتصادها دلوقتي اقوى من امريكا، ولو عايزه تفند حاجه زي كده هتعمله مثلا. وهتعمله يعني مش عايز اقول احسن بس هتعمله لو هي بقى. والصين كمان ما عندهاش بقى فكره رجال الاعمال والشركات الخاصه وكده، لا ده الحكومه اللي هتعمله وهتبقى كحكومه صينيه هتتحكم في الانترنت الساتلايت نفسه. بالظبط. فهيبقى الموضوع هو ممكن تشوف التنافس ده في حد ذاته حاجه كويسه لينا كيوزرز وللعالم كله، بس في نفس الوقت انت مش عارف هم هيفضلوا يعلوا على بعض لحد امتى، لحد ما انت توصل لفين اصلا. بالظبط. فاهم؟ لحد ما انت تحكماتهم دي تعمل فيك ايه. صح. كدول وكافراد. انت كل اللي شايفه دلوقتي انترنت مش عارف ايه تمام، سرعات عاليه روسيا هخسرها ماشي، بس ما تعرفش الليفل اللي بعده بالظبط هيوصل لفين. لان كان الليفل الاولاني بتاعنا دلوقتي هي فكره البرايفسي اللي على الفيسبوك مثلا، دلوقتي البرايفسي بقى على الانترنت، بعد شويه الله اعلم البرايفسي هتبقى على ايه. فانت هتفضل كل شويه وهم بيعلوا على بعض كمان. يعني الموضوع مش بس ان انا اعمل زيك، لا ده انا لو واحده مثلا شركه صينيه قررت ان هي تعمل حاجه زي كده دلوقتي، لا ده انا هعلي عليك وهشوف ازاي اتحكم عليك انت نفسك. بس هو متحكم في عصب الحياه دلوقتي. الانترنت ده عصب الحياه. صح. فانت بجد هتبقى مسلوب الاراده، هتبقى انت اللي بتقول لهم والنبي هاتوا الخدمه دي وخدوا اللي انتوا عايزينه. صح. هيبقى الموضوع مش انت مش هتقدر تستغنى. يعني ما حدش يقدر يقول لك انا لا عايش من غير انترنت، البرايفسي بتاعتي فوق كل شيء. لا يا عم مش هتعرف، هتبقى خلاص ما اروح بقى اعيش في كهف. صح. فهي دي خطورتها. يعني انا لما ستارلينك يعني فكره الانترنت الفضائي ده فكره جميله وفكره ان هي توفر للجميع الانترنت وان هو عصب الحياه، بس هي خطيره للدول وللافراد في موضوع ان انت هتبقى مخترق من الاخر. مخترق. صح. بس اخر حاجه انت ممكن تستغنى عن البرايفسي بتاعتك في مقابل الموضوع ده لو اختياري يعني. لا لو اختياري لا طبعا. انا مش حاسس ان انا يعني يعني في الوقت الحالي مش حاسس ان انا محتاج حاجه زياده او محتاج سرعه زياده او محتاج بالزبط. يعني برضو على فكره برضو دي فيها شويه رفاهيه.
فكره ان انا والله لو حد عنده يخت مثلا وطالع في البحر فيبقى ده تمام، فالنت يبقى موجود طول الوقت، او حد بيسافر كتير فيبقى النت مثلا موجود معاه في الطياره. بس انا حاسس ان انا يعني بالوضع الحالي مش محتاج كل البهرجه دي خالص يعني، فمش هضحي بحاجه عشان اخد حاجه انا مش محتاجها اصلا يعني. بس ممكن بعد 10 سنين يبقى انت ممكن انا مسلوب الاراده اصلا، بس ممكن ميبقاش في اختيار يعني، ممكن لو لغوا الانترنت وده بقى الحل الوحيد هروح له بصراحه يعني. خلي بالك هيبقى فرق السرعات شاسع، وموضوع ان انت موجود افري وير ده برضه مغري طبعا، والاسعار تبقى واحده يعني برضه مثلا من المشاكل فكره لما تيجي تسافر الانترنت مثلا بيبقى قصه كبيره، ولازم تجيب خط تاني بتاع الدوله، ممكن ده برضه تبتدي تفكر فيه. طب لو حد بيسافر كتير الموضوع اسهل بكتير، وان الانترنت كده موجود في كل حته، والانترنت على فكره مهم جدا يعني. مثلا مره مش فاكر لما سافرت اخر مره كان ان انا عشان اطلب اوبر، ودي حاجه انا عايز اطلبها عشان اروح مش عارف يعني، عشان مش عارف اتعامل بلغه البلد، فان انا اطلب اوبر فكان لازم ان انا اخش مش عارف الانترنت عامل ازاي، وكان اسعار غاليه قوي، او اجيب سيم كارد عشان اعمل ده. قصه. طب لو ده موجود ممكن ساعتها يبقى يريحني بالظبط، وهيبقى ليه اكسس على الاماكن العسكريه في العالم كلها، دي حاجه خطيره جدا. حاجه خطيره جدا طبعا. فهو لا الموضوع مش سهل ان انا اقول لك دلوقتي ايه هعمل ايه، بس لا انا مش حاسس ان انا محتاج حاجه زياده دلوقتي يعني. بس ما نعرفش بعد 5 سنين ممكن نبقى الموضوع عامل ازاي. ممكن طبعا يحصل يعني مليون حاجه ممكن تحصل في ال5 سنين دول. تمام كده. بس قولنا برضو انتوا كمان رايكم كده، تضحوا بالبرايفسي علشان الانترنت سرعته اعلى. هنضحي غصب عننا، هنضحي كده هنضحي بس كده. وان شاء الله كده اشوفكم الاسبوع الجاي وفيديو جديد من كلام مش مهم. السلام عليكم.